لو عندك موتور او طلمبة مية عايز تتحكم فيها على مدار اليوم كتشغيل وفصل، او لو عندك اضاءة او اضاءة محل وعايز تتحكم في التشغيل والفصل بتاعها بدون اي تدخل منك، يبقى لازم تكون عارف الجهاز البسيط ده. الجهاز البسيط ده بيستخدم في حاجات كتيرة كإضاءة شوارع، عواميد الإضاءة، أي حمل بيتحكم فيه كتشغيل وفصل على مدار اليوم. والجهاز اللي معانا النهاردة هو التايمر ال 24 ساعة. بسم الله. تمام. دي معانا لوحة إنارة خارجية. تمام. وده التايمر، ده تايمر 24. تمام. عندك الجهاز ده متقسم لحاجتين أو دايرتين. أولا الدايرة اللي جوه دي البيضة، دي الساعة العادية، الساعة اللي هي زي الساعة اللي بنلبسها في ايدينا عادي، اللي هي الساعة العادية، الساعة شغالة عادي. تمام. هتعايرها ازاي أو هتظبطها ازاي هقول لك دلوقتي. العلم التايمر ده او الساعه دي بتكون مظبوطه على او اللي متصنعه على الساعه 24 مش الساعه 12. تمام. اللي هي بتوصل 12 وتقلب، لا، بتوصل 12 وتكمل عد اللي هو 13 14 15. طب بتظبط التايمر ازاي؟ عن طريق انك تلف العقرب اللي جوه او البقره الزرقاء اللي بره. تمام. ما ينفعش تلف العقرب عكس، مش هيلف معاك، تلف يمين على طول. تمام. تظبط فيها لحد ما تظبط معاك. بفرض ان الساعه 12 دلوقتي، كده الساعه كده تمام، الساعه اتظبطت. تمام. للعلم الساعة منفصلة عن التايمر، يعني الساعة البيضاء اللي جوه منفصلة عن البقرة الخضراء اللي بره. البقرة الخضراء خاصة بالتايمر، هي والزرقاء. تمام. يبقى البقرة الزرقاء والخضراء دول بتوع التايمر، انما الساعة البيضاء اللي جوه دي الساعة العادية. تمام. بالنسبة للساعة وانت بتظبطها كأنك بتظبط ساعة عقرب عادية خالص. العقرب الصغير ده بتاع الساعات، والعقرب الطويل ده بتاع الدقايق عادي جدا. تمام. تعالى لأهم حاجة وهي ازاي تظبط التايمر. انت عندك هنا بقرتين مهمين، بقرة خضراء ودي ملهاش أي لازمة غير إنها تبين لك القراية الصح. تمام. والبقرة الزرقاء اللي هي بتظبط منها التايمر. عندك كذا ريشة في البقرة الزرقاء دي، كل ريشة بربع ساعة. تمام. يعني كل ريشة تنزلها كده بربع ساعة. هتبدأ بقى من عند رقم 6 في البقرة الخضراء. بفرض إن احنا نظبطه مثلا من الساعة 6 للساعة 8. تمام صباحا. ننزل من عند 6 لحد 8. تمام. كل ريشة بربع ساعة من عند 6 للساعة 8. تمام. انا كده ظبطت تشغيل الاضاءه في اليوم ساعتين بس، من الساعه 6 للساعه 8. عايز انت تظبط لحد من 6 الصبح ل 6 بالليل، تظبط الرقم لحد رقم 18. تمام. تقعد تنزل الريش لحد رقم 18. عايز تظبط لحد الساعه 10 بالليل، من 6 الصبح لساعه ل 10 بالليل، تظبط لحد الساعه 22 اللي هو رقم 22 في البقره الخضراء، وهكذا يعني. تمام. عندك حاجه مهمه كمان وهي السويتش ده. عندك السويتش ده مكتوب زيرو، وفي النص مرسوم علامه ساعه، وفي الاخير عندك رقم واحد. الزيرو ده اللي هو ايه؟ اللي التايمر مش شغال. لو عملته عند الواحد كده، ده كده التايمر شغال على طول، اللي هو سواء ظبطه او مش ظبطه كده الاضاءه شغاله على طول. عند الزيرو الاضاءه فاصله حتى لو التايمر عدى الساعه 6 كمان. لكن لو عند التايمر كده شغال اوتو بالتايمر بالساعه بمعنى ادق. تمام. وعشان مدة الفيديو بس في طريقة التوصيل هنشرحها في فيديو لوحدها ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.